السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير ان شاء الله. معانا في وصفة النهاردة هنعمل تورتة الفراولة بجيل الفراولة، سهلة جدا وبسيطة. معانا في المقادير هنا كوباية سكر صغيرة، معانا كوبايتين دقيق، معانا 3 بيضات، هيبقى معانا كوباية حليب، معانا نص كوباية زيت، معانا ده صوص فراولة. كنت جايبة نص كيلو فراولة وحطيت عليه كوباية سكر وكوباية مية وسبتهم يغلوا كام غلوة كده على النار لحد ايه ما تسبكوا شوية مع عصرة ليمون. ماشي. وده 2 باكت فانيليا وكيس بيكنج باودر. معلش انا مسرعة الفيديو عشان هو طويل شوية فانا سرعته عشان ما اطولش عليك الفيديو. هنعمل مقادير الكيكة العادية خالص بتاعتنا. طبعا انا مزودة في البيض ليه؟ عشان بس محتاجة ان الكيكة تبقى هشة شوية، انا بعملها على طول ببيضتين، فانا مزودها 3 بيضات، وكمان عشان البيض حجمه صغير. هننزل اول حاجة كده يا جماعة بالبيض. انا طبعا يعني نسيت اقول لكم على صوص الفراولة. انا جبت نص كيلو فراولة او جيبوا ازيد على حسب الكمية اللي انتوا عاوزينها. بنقطعها كده حلقات، بنحط عليها كوباية سكر، نص عصرة ليمونة، كوباية مية، ونسيبها ايه تغلي شوية على النار لحد ما نحس ان هي ايه بقت متسبكة نص تسبيكة كده، مش بنسيبها لما تتقل قوي. وبعد كده نطفي عليها ونسيبها عشان خاطر هنزين بيها في الاخر وش التورتاية. نزلنا كده بال3 بيضات كده حبايب قلبي، ومعاهم 2 باكت فانيليا، وهنضرب في البيض كده لحد ما نحس ان هو ايه عمل فوم كده معانا ولونه ابتدى يفتح شوية. انا عملت معاكم كيكة كتير طبعا، وده طريقتها سهلة جدا، واي حد مش عارف يعملها او مبتدئ ولا حاجة هيعرف يعمل ان شاء الله التورتية دي بطريقة سهلة جدا جدا جدا، وان شاء الله تعجبكم. طبعا انا مفصلتش الفيديو حبايبي عشان تعرفوا كل الخطوات، لان انا مشيت كله ورا بعضيه، فمش كانش هينفع ان انا افصل صراحة الفيديو. انا ضربت كده البيض زي ما انتوا قلت لكم كده لحد ما لونه ابتدى يفتح. نزلنا بكوباية السكر، وطبعا انا ما كترتش سكر ليه يا جماعة؟ عشان خاطر في كريم شانتيه انا عاملاه، وفي طبعا صوص الفراولة، فكل ده هيبقى سكر مع بعضيه، فانا مش عاوزاها تجزع النفس وتبقى مسكرة قوي. فانا حطيت كوباية سكر صغيرة مش بنفس مقدار كوباية الدقيق. تمام. بعد ما ضربنا البيض مع الفانيليا نزلنا بكوباية السكر، ونزلنا بنص كوباية الزيت. تمام. وفضلنا نضرب فيهم زي ما انتم شايفين كده بالمضرب، او نعملهم في الخلاط. تمام. برضو في الخلاط هنمشي بنفس المقدار، هنضرب البيض الاول وبعد كده ننزل بالسكر وبعد كده ننزل بالزيت. تمام يا حبايبي. وبعد كده كوباية الحليب اللي معانا دي. طبعا احنا عاوزين البيض يبقى بحرارة الغرفة، او ما يكونش في التلاجة ساقع يعني. تمام. هيبقى افضل وهيدينا نتيجة احسن بامر الله. هنبتدي كده بقى ننخل الدقيق. هما كوبايتين دقيق. لو بتحبوا الحاجة مسكرة هتعملوا مقدار السكر بنفس كوباية الدقيق اللي احنا عيرنا بيها، وهو ده المظبوط. تمام. بس عشان خاطر انا حاطة صوص فراولة، وصوص الفراولة احنا مسكرينه، وانا عاملة 2 باكت كريم شانتيه بالفراولة اللي هو بتاع دريم ده، عاملاهم وشايلهم برضو في الديب فريزر. ده هزين بيه، او شايلاه في التلاجة مش في الديب فريزر، معلش نسيت. برضو ما حطيتش عليه سكر، هو على السكر بتاعه. جايبة كيسين وحطينا كوباية ونص مية متلجة وضربناهم بالمضرب لحد ما عملوا الفوم وتقلوا، ورحنا شايلينهم زي ما هما في التلاجة لحد ما نخلص ايه الكيكاية. نزلنا بعد كده بكوبايتين الدقيق نخلناهم يا حبايب قلبي، ونزلنا بكيس البيكنج باودر وذرة ملح صغيرة، وبعد كده ايه هنضرب برضو الدقيق مع بقية السوائل. كده الكيكاية بتاعتنا ايه كل مقاديرها خلصت. هنتنينا بقى نضرب في كل المقادير كده زي ما انتم شايفين لحد ما كله يختلط ببعضيه حلو قوي. تمام. يا رب يكون كل الايه المعلومات وصلت لكم. واللي ليه اي سؤال في التورتايه بتاعتنا بتاعت النهارده دي يكتب لي في التعليقات وانا هرد عليه بامر الله. الكريم شانتيه سهل جدا يا جماعه. انا عاملاه بميه من الحنفيه لان الميه اصلا ساقعه، مفيش ميه عندكم كده ممكن نجيب. لو عندكم ميه ساقعه في التلاجة هناخد كوبايه الاول نحطها على الكيسين، وهنحس ان هو تقيل هنزود نص كوباية بس، هيبقى كوباية ونص مية. ونضرب بقى فيه بالمضرب لحد ما ايه ما يتقل معانا كده. احنا خلصنا الكيكة. تمام اوي، كل المقادير اختلطت مع بعضها.
والسكر داب حلو، بننزل بقى في صينية كبيرة كده مدهونة بالزيت. انا مش ببطنها بالدقيق، بس بالزيت بتبقى حلوة برضو زي الفل، لان انا كده كده مش هنزلها من الصينية. بنجيب بقى الخلة بتاعتنا او شوكة او اي حاجة، ونعمل كده في الصينية عشان نطلع منها الفراغات. بنمشي بالعكس بالطول وبالعرض كده، وبنخبطها خبطتين كده في أرضية المطبخ. وطبعا كنا سايبين الفرن على نار عالية. تمام. وأول ما تبتدي الصينية تعلى، تمام، بنهدي النار خالص عليها، وبعد كده بندخلها ايه والشاي يحمر. دي كانت كوباية حليب تانية، سخناها وسبناها تهدى عقبال ما صينية الكيكة طلعت من الفرن. تمام. لو عايزين تسقوها بسيرب، عندكم سيرب شربات يعني خفيف، بنسقيها بشربات خفيف. عندكم حليب بنحليها بمعلقتين سكر وبنسخنه ونسقي بيه ايه الكيكاية كده، وبنغرزها بالخلة كده عشان كل اللبن يخش جوه المسام بتاعة الكيكاية وخلاها تطرى. وهي كده كده طرية، بس لازم نسقيها بأي سيرب. عندنا سيرب عسل خفيفة نسقيه، عندنا اللبن الحليب ده هنسقيه بيها كده يعني. يا ده يا ده. بس الحليب لازم يكون دافي معانا او مغلي، ونسيبه يهدى شوية، ونحط له سكر هادي، معلقتين سكر كده، ونقوم ايه ساقين الكيكايه بتاعتنا، وهي هتتشرب كل الحليب ده. هي عامله زي كيكه التريليتشي اللي انا عملتها لكم بالمانجا، بس طبعا دي احنا عاملينها تورتايه عشان خاطر موسم الفراوله. حبينا نعمل تورتايه سهله وخفيفه لاي مبتدئ او اي حد ما بيعرفش يعمل تورت. انا برضو واحده من ضمن الناس مش خبيره في التورت يا جماعه وفي التزيينات، فبرضو حبيت اعمل لكم حاجة سهلة اي حد يقدر يعملها. هو ده بقى كريم شانتيه دريم اللي هو بطعم الفراولة. هتلاقوه كده مرسوم عليه فراولاية. الكيس بتاع على ما اظن ب22 جنيه. جبت كيسين عشان يكفوا الايه الكيكاية الكبيرة دي، وخدت نصهم في قلب الكيس الحلواني، والنص التاني دهنت بيه الايه الوش بتاع الكيكاية، بس بعد ما اتشربت الحليب كله. عندكم السيرب برضو زي ما قلت هنسقي سيرب، مفيش مشاكل. هنحاول بقى ايه نظبط الوش كده تظبيط حلو قوي، مش عاوزين فيه تعرجات او حاجة، على قد ما نقدر يعني. دي اسهل طريقة هنزين بيها الايه الكيكاية. عندنا بقى اللي هو السكرابر بتاع التورت، نحاول نسوي بيه الوش كده. طبعا اهو يعني اي منظر وخلاص يسوي الوش. تمام. المهم بنسوي التعرجات وخلاص. بصوا، عشان ايه احنا لسه ايه هنعمل وردات كده، ونعمل شغل كده هادي وبسيط عشان ايه يدينا منظر حلو. معرفتوش تسواه خلاص بالمعلقة بالاسباتيولا كده بنسويه وخلاص. طبعا انا كنت حاطة بقية الكريم شانتيه في قلب الكيس الحلواني، وحاطة قمع صغنن من اللي هو بتاع الوردات الصغننة. هنبتدي كده ناخده سمبوكسة بالورب كده او بالنص كده زي ما هتشوفوا. اسهل حاجة والله يا جماعة، دي اسهل تزيينات. وممكن نقسم الكيكاية دي على 4 ونحط كل ربع في علبة، ونعمل نفس الشغل ده بس ايه في علب بقى صغيرة، ونقسمه 4 تربع، ونعمل كل ربع بصوص شكلي. لو عندنا مثلا صوص شوكولاتة، عندنا صوص الفراولة، صوص الكريم كراميل. تمام. يعني ايه بناخدها ايه حرف الاكس، وكل ربع من التورتاية بنعمله صوص شكل او طعم شكل من الايه الاطعمة اللي انا قلتلكوا عليها. بس طبعا انا كان عندي الفراولة بس صراحة، برضو عشان ما كلفكوش. تمام. هبتدي برضو امشي وردات على كل الجوانب في الصينية، حاجة كده هادية وبسيطة ورقيقة ما فيهاش شغل كتير، ولا شلنا الكيكاية من مكانها، ولا قسمناها، ولا غلبنا فيها في التزيين.
احنا بنختار القمع اللي هو ورداته صغننة جدا. تمام يا حبايبي. عاوزين نجيب كريم شانتيه من اللي هو الابيض، مفيش مشاكل. انا حبيت عشان خاطر ده فراولة فحبيت اجيبه بطعم الفراولة. هو التاني يختلف عنه، والتاني على ما اظن ب18 جنيه اللي هو الابيض، اللي هو كريم شانتيه الفانيليا، واللي هو الفراولة ده عشان بطعم الفراولة فهو ايه اغلى شوية عنه. هننزل بقى بصوص الفراولة كده في الجنبين كده زي ما انتم شايفين، اللي احنا عملناه سوا اللي انا قلتلكوا عليه. سهل جدا يا جماعة وطعمه خطير، كأننا بنعمل مربى فراولة بس مش بنسبكها للآخر. تمام. بصوا الجمال، وممكن نسيبها على المنظر ده، ممكن ما نحطش في النص التاني فراولة، بس انا طبعا عندي قلت لا نحطها عشان هي كده كده بالفراولة، فايه نحط في النص التاني فراولة تدي منظر حلو برضه. عشان كده انا ما سكرتش الكيكاية عشان صوص الفراولة مسكر، الكريم شانتيه برضو سكره هادي، وما تجزعش النفس، تبقى ايه كيكاية هادية كده او تورتاية هادية ناكلها كده بالهنا والشفا، وتبقى خفيفة على قلوبنا وتعجب ولادنا. طبعا ايه انا عملتها بقى، هنسيبها في التلاجة شوية تجمد، وبعد كده هنخرجها ونقدمها لكم ونوريها لكم. ده كده بعد ما جمدت كده بساعة ساعتين في التلاجة، كان شكلها النهائي كده بالجمال والحلاوة دي، حاجة كده اخر بساطة وجمال، مفيهاش اي تعقيدات لاي حد عاوز يعمل تورتايه ومش عارف، بيجرب ويعمل الطريقة السهلة الجميلة دي، واي صوص بقى يزين بيه زي ما احنا عملنا كده حبايب قلبي. وهنقطع منها بقى ونوريكم دلوقتي جمالها. بصوا خطيرة يا جماعة، تحفة بجد، كيكاية ناعمة وجميلة جدا، مفيهاش فراغات كتير، شكلها تحفة. ويا رب بقى متنسونيش باشتراك وشير ولايك للقناة. وده كان شكلها النهائي، تورتة الفراولة بصوص الفراولة، كريم شانتيه الفراولة خطيرة. عشان ده موسم الفراولة فاحنا حبينا نعملها، وبرضه ممكن تعملوها في عيد ميلاد، في أي مناسبة. والسلام عليكم.